أعزائي مشاهدي ومتابعي جريدة وقناة الوطن الدولية نيوز، أهلا ومرحبا بكم. اليوم من داخل نادي الفتح بيشرفنا المخرج الكبير السيد ياقوت والفنانة الجميلة رشا ياقوت. أهلا وسهلا بكم. المخرج الكبير، كنا عايزين نعرف فكرة المسرحية الأخيرة ديدي وهريدي. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، بحيي وبحترم الاعلاميه الجميله الاستاذه يوستينا على اللقاء الطيب دوت. وباختصار كدهوت مسرحيه ديدي وهريدي احنا بنتكلم بنناقش من خلالها قضيه الثأر في المجتمع الصعيدي. بنخلي اكبر متشدد في الصعيد اللي هو حريص على الدم يتغير مع خط درامي حميد كوميدي جميل، يتغير من الغلظة إلى الرقة، ويقول أنا عهد عليا حلف بلاد الصعيد بلد بلد وبيت بيت ونجع نجع، وأقول لهم حكم شرع ربنا في الطار يا ناس. كان مشارك معاك أطفال وكبار ولا كان في فئة عمرية معينة؟ بمناسبة مشاركة الأطفال هقول لحضراتكم حاجة يعني هتكون برضو كوميدية. أنا ليا صديق اللي هو اللي قام بدور العمدة اسمه شحتة الحجيري من الحجرات من جنة. فجاب لي ولاده واحفاده لما دخلوا المسرح لابسين افاطين وعمم حاجات كده، ايه تخيلي لما واحد الطول ده ولابس عمه كبيره زي كاوتش العربيه وبتاع. فانا بضحك في الاول، فقال لي دي اول كرتون انا فككها لك. في كراتين تانية. فانا عندي حفيدي اكبر منهم شويه صعيدي برضه بس متربي هنا في اسكندريه. بقول له ما ده صعيدي زيهم، قال لي لا دول لسه ما اتعمل لهمش سوفت وير. فدي من ضمن الاطفال. كان في اطفال وكان في شباب وكان في بنات وكان في ناس كبيره. الفنانة رشا ياقوت، دورك كان إيه في ديدي وهريدي؟ دور صعب قوي. مساء الخير عليكم. ديدي وهريدي مسرحية جميلة جدا. أنا كان دوري سعدية بتدافع عن أخوها اللي محكوم عليه بالطار. المسرحية ليها هدف إن إحنا بنحقن الدماء في الصعيد وعايزين نمنع موضوع الطار. فأستاذ سيد ياقوت مخرج جميل ومؤلف وكاتب مميز حقيقي. كتب حاجات خاصة بالصعيد ومن جوه قلب الصعيد على فكرة، وسافر على في الصعيد بسبب الموضوع ده. والحمد لله الحمد لله هي لقت نجاح كبير جدا والناس حبتها جدا. بس هو كان يعني بيمثل بيا قوي. فخلاني طالعة سعدية وحشة 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 ما بتفهمش. يعني لدرجة عشان السادة المشاهدين يعرفوا الحتة دي، أبوها بيقول لها خلي بالك من أخوكي حتى وهو في الحمام. فأنا طالعة بنفذ ده، بدخل معاه الغفر الحمام، خلاص بقى يا تربست. فهو عمل شيق وجميل ونتمنى إن شاء الله إن يعجب الناس كلها. واحنا عرضناه يوم الخميس اللي فات وإن شاء الله رايحين يوم 26 القاهرة هنعرضه هناك للمرة الثالثة والحمد لله. أكيد بالتوفيق والنجاح الدائم. طبعا أستاذ سيد، احنا كنا حابين بقى نعرف العمل اللي جاي هيكون إيه؟ والله هقول لحضرتك حاجه، هو العمل اللي جاي باختصار اسمه لحم اليمام. لحم اليمام ده كل اعمال مسرح الياقوت. طبعا وانا بشرف ان انا المؤلف والمخرج ومؤسس الفريق. كل الحاجات اللي احنا بنقدمها هادفه لم تخلو من الهدف. قصه مجتمعيه، موضوع معين شاغل الرأي العام، موضوع ليه وزن في المجتمع، احنا بنعمل عليه اسقاط وبنتكلم عنه من خلال الكوميديا ومن خلال التراجيدي. وممكن الناس تبكي وممكن الناس تضحك وممكن الناس يعني تتعجب. العمل اللي جاي بالمختصر اسمه لحم اليمام. لحم اليمام ده انا خدت كلمة اليمام دي ليه؟ لان ده فيه لغز في الموضوع. هو بيتكلم عن زواج القاصرات. موضوع فعلا مهم جدا وسائد في المجتمع. ماشي الخط دوت بنوري الناس ان ازاي القصة دي يعني بتقلب الكيان المجتمعي بصورة، لان زواج القاصرات ليه مناحي كتير. انا مش عايز احرق العمل، بس ده هيكون عمل باذن الله هيضاف لمسرح الياقوت. وان شاء الله في ناس كتيرة وعدتني ان هي هتمثل معايا فيه.
ولكن انا مش هحرق المفاجاه دي. ان شاء الله باذن الله هيكون نص موفق. ان شاء الله يكون نص موفق. طب الفنانه رشا ياقوت هيكون دورك ايه في لحم اليمن؟ انت مصممة بقى. دوري طالعة اسمي غندورة. اه دي بقى نسيبها للسادة المشاهدين، هيشوفوا شخصية غندورة متنوعة بإذن الله. اكتر من مشهد هيكون فيه تغيرات يعني في المشاهد بإذن الله. باذن الله. الفنانه الكبيره رشا الياقوت هي مش عايزه تحرق العرض، بس احنا هنستنى غندوره ونشوفها. استاذ سيد، تحب تقول ايه للساده المشاهدين وجمهورك ان شاء الله للمتابعه خلال الاعمال القادمه؟ احب اقول لجمهوري في البدايه بسجل شكري لحضرتك على الاستضافه الجميله دي وعلى اهتمامك بالنصوص مسرح الياقوت. اما بالنسبه لجمهوري بقول لهم مسرح الياقوت لما بيقدم ضحكه عشان ما نبكيش، ولما بنقدم دمعه عشان ما نستشعرهاش، ولما بنقدم خط درامي عشان نعمله كأن خط مستقيم للطريق السعادة. دايما نحو الامل والسعاده فريق الياقوت. شكرا لحضراتكم، شكرا جزيلا. شكرا.